اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا حبايب قلبي، يا رب اللهم امين يا رب. اولا كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. وان شاء الله السنه اللي جايه يا رب كل اللي نفسه في حاجه ربنا يحققها له، وكل اللي نفسه كده يعني. انا نفسي في ايه؟ انا نفسي ان شاء الله ربنا يكرمني واطلع حج او عمره، حج اللي ربنا يعني ايه كاتبها لي يا رب كده اشوفها يا رب ان شاء الله باذن الله. وربنا يا رب كده ايه يعني كل اللي نفسه في حاجه يا رب كده، وكلنا نكون ان شاء الله على عرفات يا رب، اللهم امين. قولوا امين ان شاء الله يا رب باذن الله. النهارده كان اول يوم العيد يا حبايب قلبي، كل سنه وانتم طيبين. طبعا الفته والرقاق والحاجات اللي انتوا عارفينها دي كلنا بنعملها كل عيد طبعا. والله العظيم ما كنت قادرة أقوم. والله يعني الشقة يوم الوقفة خلصتها كانت بالليل حوالي الساعة 12 والله. كملنا بقى، طبقنا بقى زي ما انتوا عارفين، احنا ما بننامش في البيت، كلنا بنكمل لتاني يوم. يعني اول يوم العيد بنفضل كلنا صاحيين لغاية كام، قعدنا لغاية الساعة 10 الصبح على بال ما صليت وكده وقعدت مع الجيران تحت شوية وكده في الشارع، طبعا كل الناس بتعمل كده. فطلعت فاصلة بقى نايمة الساعة 10 أيوة كانت حوالي 10 إلا ربع كده، دخلت نمت. الساعة 4، الساعة 3:30 مش قادرة أقوم، مش قادرة والله العظيم ما قادرة. يعني الحمد لله سبحان من قومني كده وقلت لا قومي قومي، ما هو مش هينفع، قلت يا بنت قومي مش هينفع، لازم الأكل، ما أنا يعني هياكلوا ايه ده النهارده أول يوم العيد. قعدت أشجع نفسي بالكلام كده، بكلم نفسي وقمت. والحمد لله ربنا كرمني وعملت الفتة وعملت رقاق وعملت ملوخية، والحمد لله يعني قضيت، اللهم لك الحمد يا رب. بس يا حبايب قلبي، هنا كنت حطيت اللحمة وطلعت الريمة طبعا منها زي ما احنا بنعملوا كده يعني. وبعد كده ايه، عملت اللحمة اهي. بس ما اعرفش ليه المرة دي جايبينها لنا كده ايه، فيها سمين من البلد يعني، فيها سمين زيادة وكده. بس حطيت اللحمة وقلت احط بعد كده ايه بقى، نعمل ايه، نبدأ بايه اللحمة وبعد كده نخش على القوطة التوم. عملت التومة بتاعتها وكده، هجيب ازازة الخل، ان انا كنت بدور على ازازة الخل، كنت فاكرة ان حطها جنبي. بقول لكم ده الخل اهو. بس فاللهم لك الحمد برضو، يعني الحمد لله ان انا كنت شايله قوطه ومسبكه قوطه، يعني اللهم لك الحمد. القوطه اللي عندي دي بستعملها، كنت مسبكاها من شهر 12، من اول 12 شهر 12 وانا بدات اسبك. كل ما انزل الاقي 3 كيلو، ممكن اجيب 5 كيلو، 4 كيلو، 7 كيلو اللي بلاقيه قدامي يعني. لما بروح السوق الاقيها قدامي اشيل. بس انا ما باخدش منها، يعني ما كنتش بمد ايدي عليه، اللي بشيله ما كنتش مديت ايدي عليه وطلعت منه في اواخر رمضان. كان في اخر شهر رمضان عشان القوطه كانت شدت وغلت، وهو من ساعتها على فكره، يعني من ساعه رمضان وهي القوطه شاده ومش عايزه تنزل بصراحه. هنا كنت بوريكم الترمس، عملت حمص، ده نص كيلو من الحمص. وعملنا كمان ايه، ده كيلو ترمس برضو، بس انا ما بحبش اخلطهم على بعض يعني. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. بس فنرجع للقوطه تاني. فزي ما بقول لكم كده، يعني انا طلعت دلوقتي كيسين قوطه، ويعني بجيب، يعني ممكن اجيب كيلو كل فتره كده يعني يخلص اجيب بقى. عايز حد يعمل جبنه بقوطه، حد عايز مثلا نعمل عاملين لازم اكله محتاجه سلطه. بس لكن غير ان انا اجيب قوطه واستعملها في طبيخ، لا والله. يعني بستعمل المحشي، بجيب المحشي بستعمل القوطه اللي انا شايلاها دي. وبعمل مكرونه الطبيخ بتاعنا العادي، اللهم لك الحمد يا رب، والله يعني الحمد لله الحمد لله. كان بنتي كل ما تشوفني جايبه حبه قوطه، يا ماما هو انت كل ما تروحي تجيبي قوطه وتتعبي نفسك وتقعدي تسبكي؟ يا بنتي سيبيني اقول لها ده انا الاقيها مش غاليه يعني. ايه جبتهم، كنت بجيب الكيلو ب5 وبجيب ب6. ده الكلام ده في شهر 12، كان اول 12، كان اول شهر 12 او اخر 11 كده. كانت القوطه برضه ايه ب7 و8، ما كانتش زادت عن كده.
ب10 جنيه كانت الحلوة اللي كنت بلاقيها كده، يعني هسبكها كنت باخد ساعات والله 2.5 ب10 يعني. الحمد لله الحمد لله. انا في حاجه يعني كويسه هي دي، يعني ايه، لما بروح الاقي حاجه قدامي حتى لو مش محتاجاها دلوقتي هقول هحتاجها بعدين فبجيبها. ما ترددش، يعني ايه، بقول ايه 20 جنيه مثلا، 20 جنيه اجيب بموضه 30 جنيه، فك يعني بطلعهم اجيب بيهم الاوضه ايه، وهي الحمد لله نفعت برضه. هنا اللحمه دي بقى، بس هي اللحمه مش عجباني بصراحه، يعني جابوها لي من البلد ما كانتش عجباني قوي، فيها سمين شويه وكده. انا اللحمه بتجيني من البلد يا حبايبي، وهي قبل رمضان، قبل شهر رمضان وقبل عيد الاضحى، بس هما المرتين اللي في السنه بجيب فيهم اللحمه، بيبعتوا لي اللحمه. لو رحت ان شاء الله بروح في شهر 8 او 9 ممكن اجيب انا وجايه، بس يعني هما اللي كده، هما ال3 مرات اللي في السنه دول بجيب اللحمه من البلد. ده كان ملوخيه لسه هغسلها بعد ما عملت القوطه بقى، بقى عملت الرز وكده، نخش عليه نغسل حبة الملوخية ونركنه، وبعد كده نعمل صينية الرقاق وفتة وبقوا زي ما انتوا عارفين يا حبايبي. خلاص اهو كنت خلصت الرز استوى. انا ما بطولش الفيديو، يعني ايه، حاجات بسيطة كده، مش بطول عليكم طبعا. واللحمة المفرومة دي كنت عاملاها من امبارح من يوم الوقفة، عملتها وشلتها في التلاجة، قلت برضو عشان ما تاخدش معايا وقت يوم العيد وكده. وهو اللي حصل فعلا، يعني الواحد كان تعبان بصراحة ومش قادرين من ترويق الشقة ومن ترويق الحاجات، وكنت مصبنة الحمام قبلها بيوم كده يعني، ونزلت مرتين 3 اجيب طلبات، فالحمد لله. ما تنسوش بقى حبيب الله كل اشتراك بالله عليكم، يا رب يا رب يا رب يا رب، بحق الأيام المفترجة اللي يعمل لي اشتراك ولايك يا رب يخش الجنة، يا رب يخش الجنة يا رب. السنة اللي جاية إن شاء الله يبقى واقف في عرفات بإذن الله. يا رب اللي يعمل لي لايك السنة اللي جاية إن شاء الله يبقى واقف في عرفات، يا رب لايك واشتراك. بدعي والله، بندعي دعيت كتير، بس يا ربنا إن شاء الله يستجيب لي إن شاء الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كده خلصت صينية الرقاق عملتها، هحطها بقى في الفرن. كل سنة وانتم طيبين، ويعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب، وكل اللي في نفسه حاجة ربنا يا رب يحققها له كده يا رب، اللهم آمين يا رب، يسترها معانا ومعاكم يا حبايبي يا رب، اللهم آمين، ويحفظ لنا أولادنا، اللهم آمين يا رب. أنا بشاور، كنت بقول لكم أنا خلصت كده الرز والقوطة سبكتها يعني والحاجة، ما بخلص حاجة والله بفرح، ما بخلص الشقة بفرح. هنا برضو جبت الملوخية وخرطتها، والصينية الرقة طلعتها اهي، كانت لسه سخنة، كانت لسه سخنة. الغطا ملهوش بس ملكة ان انا ايه امسكه كده وافتحه. وهنا هنبدأ نعمل ايه حبة الملوخية. ده المكان اللي فاضي في المطبخ ده من تحت، سايبة مكان الغسالة وسبت مكان تاني، يعني مكانين وكده زي ما انتوا. خلاص اهو. في إيه يا ابني؟ بسجل فيديو يا حبيبي، بسجل فيديو هينزل. ابني ابني لسه فاتح الباب وداخل فلقاني بسجل فيديو، بيقول لي بتعملي ايه؟ بيضحك عليا، بيقول لي ايه مدخناتك تكبر دي، ايه مدخناتك تجيب لك مرتب شهري. قلت له ان شاء الله، ان شاء الله، يعني ايه انا صابره اهو، وربنا ان شاء الله يحقق لي نفسي فيه، اللهم امين يا رب ان شاء الله. بيقولوا لي فاتحه بالك داخل على 3 سنين دلوقتي، لغايه دلوقتي ما فيش حاجه حصلت، بيتريقوا عليا والله. ماشي، اقول لهم ماشي، بكره ان شاء الله ربنا هيكرمني واقول لكم شايفين اهو ان شاء الله. خلاص يا حبايبي انا كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. انا بيتوتيه، ما يعني مين بقى بيخرج في العيد، يعني لو نزلت مره مع بنتي ممكن تاخدني مره كده، لكن الكل بقى تعبان، والولاد بيخرجوا لوحدهم زي ما انتوا عارفين وكده.
انا خلاص اهو التوم كنت بعملهم خلاص. كانوا بيقولوا كلهم جعانين عايزين ياكلوا. عفوا يا حبايبي. خلاص اهو يعني طشينا الملوخية خلاص. سامعين صوت العصافير؟ صوت العصافير بصراحة جميل أوي في المكان اللي أنا فيه ده. قدامي شوية شجر كده حلوين. أهم حاجة الملوخية بتاعت الصيف بصراحة بتبقى تحفة غير الشتا خالص. يا ابني بسجل فيديو، عايز ايه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أنا بحب أرفع الملوخية كده إيه يعني، ما بحبش أقلبها بالمعلقة، لا بحب أعملها بالمغرفة كده كأني بقلبها يعني كده. أنا طريقتي كده فيها. بس كده خلاص هنطفي عليها كده. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بس كده خلصنا كده. عملت الفتة اهو وقطعت الرقاق خلاص. كل كان قاعد جعان بصراحة. اتأخرت أنا في الأكل، اتأخرت فعلا عليهم يعني. الرقاق بصراحة ولادي كلهم بيحبوه طري، وأنا بعمله طري يعني تحفة والله. بغطسه في الشوربة بس كده وأحطها بس يعني. لما أخرجها من الفرن مغرفتين بس شوربة، واروح حطاهم عليها رشاهم كده على الحروف الجناب وكده ومغطيه عليها بس واسيبها. اول ما اطلعها من الفرن احط عليها مغرفتين شوربه بس كده. هما مغرفتين عشان كده بتبقى ايه طريه. هما بيحبوها طريه، ما بيحبوهاش ناشفه تشد كده. كل سنه وانتم طيبين وينعاد علينا وعليكم يا رب الايام كلها بخير يا رب. وكل نفسه حاجه يا رب ربنا يحققها له. ما تنسونيش بالله كل اشتراك بالله عليكم. مع الف الف سلامه حبايبي.